السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كل شيء يبقى مفتوح فوفانا قبل انطلاقة هذه المباراة الكبيرة بين فريق يمثل القارة الآسيوية وآخر يمثل القارة الأفريقية في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية. نهائي مبكر لتحدي آسيوي أفريقي يا مريم على كأس عربية تحمل اسم غالي على الجميع، كأس الملك سلمان للأندية العربية بين النصر والرجاء في هذه الموقعة العربية الكبيرة اللي نأمل أن تكون ممتعة بين الفريقين. كل شيء أصبح جاهز لانطلاقة القمة. محمود البنا يشير لبداية أحداث هذه المباراة. النصر الكرة تصل نحو تاليسكا عنده الفرصة باليسرى قوية لكنها تمرير لكن مفهومة مقروءها خطأ من الدفاع استعادها بروزو طويلة داخل المنطقة باتجاه رونالدو حبنت من جانب أندرسون تاليسكا لكنها في أحضان الحارس أنس بنا هجمة نصراوية طويلة باتجاه تاليسكا سهلة. الكرة تعود باتجاه بروزو البحث على الرؤوس عرضية حلوة وخطيرة باتجاه الغنام رجاء البحث من جانب بولكسوت في الجهة اليسرى العرضية داخل منطقة خطيرة وفرصة لكن الابعاد في البطولة. بروزو بيتش يحاول تصل على جهة اليمين الغنام تمويه مرور جميل في الناحية اليمنى يلعب كرة عرضية لكن الدفاع اليماني بولكسوت كان في اللقطة الماضية. تدخل عالم الأندية كرة بالخطأ تصل مرة أخرى لمصلحة الرجاء رحيم بتسديدة لكنها تصطدم في القدم العربية وأيضا على مستوى القارة الأفريقية والآسيوية. خطأ يحتسب الحكم لرونالدو. معمعة الموسم واستحقاقات كبيرة. تاليسكا طويلة رونالدو محاولة لكنها بعيدة على كريستيانو يولو للنصر كرة باتجاه تاليسكا مر تاليسكا تمويه تاليسكا تحضير لرونالدو كرة يا إلهي روعة يا كريستيانو الله يا سلام على لقطة على مهارة على فن على متعة على كرة على لمسة على سحر على مهارة على كريستيانو يضرب الهدف الأول في هذه القمة بروعة كبيرة. تاليسكا صاحب كل شيء في هذه الكرة الكنترول المهارة اللمسة التمريرة. كريستيانو موعد مع الأهداف موعد مع الفرحة موعد مع التألق هذه المرة باليسرى في الزاوية اليسرى. رونالدو وفيا لأنصاره رونالدو وفيا لأهدافه رونالدو يعرف كل سنتيمتر في المرمى يتغير الخصوم والأندية المنافسة لكن رونالدو يبقى وفيا لأرقامه الكبيرة. هدف جديد في بطولة أخرى في لمسة رائعة في ضربة جميلة لكريستيانو رونالدو وما أدراك ما رونالدو بروعة كبيرة بضربة رائعة جدا. من قال أنه رونالدو خلاص انتهى. هذا هراء بصراحة وهذا ضربا من الجنون. رونالدو يضرب رقم بعد آخر ويتألق مباراة بعد ضد أندية كبيرة على غرار PSG وإنتر وبنفيكا وغيرهم. لمسة أمامية تصل إلى تاليسكا خيبري بكرة على جهة اليمين تحرك من جانب سلطان الغنام في مكان خطير عند المساحة مر الغنام بتسديد كرة يا ولد يا غنام الثاني للنصر بروعة كبيرة. هدف جميل جدا يا نصر بروعة الظهير الأيمن مهاجم في هذه اللقطة. قلنا في المباراة الماضية الغنام استعاد شيء من بريقه ومستوياته. الليلة يؤكد لنا ذلك بهذه الانطلاقة الرائعة والنهاية الجميلة بكنترول. شوفها مرة أخرى الكرة اللي كانت من خيبري خلف المدافعين الاندفاع للرجاء ترك المساحات اللمسة والتسديدة والروعة من ظهير أيمن بمواصفات هجومية. سلطان يسجل الثاني للنصر العالمي يضيف الثاني في هذه القمة العربية في مرمى الرجاء. بروعة كبيرة للظهير الأيمن بروعة كبيرة لظهير بمواصفات هجومية وسط شوارع مساحات دفاعية. الفرحة نصراوية بهدف جميل بعمل كبير من الظهير الأيمن
سلطان الغنام بعد تمريرة أيضا رائعة من جانب خيبري. النصر هدفين، الرجاء من مناطق، ثم يبحث بعد ذلك عن المساحات وعن الثغرات وعن الفرص وعن الأهداف. بروزو يلعب الكرة إلى تيريز، يبحث عن كرة عرضية أخرى داخل المنطقة بالراس، مروة كبيرة فوفانا والثالث يا نصر. الله الله الله، أي متعة، أي كرة، أي عرضية يا تيريز، الضربة الرأسية أسمر يا أسمراني، جميلة جميلة من فوفانا. روعة يا نصر، روعة روعة يا نصر، روعة، كورة يا نصر، فن يا نصر، سحر يا نصر، عالمي يا نصر. الله الضربة يا فوفانا تيريز، جميلة 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 جميلة، فاتنة هذه العرضية. أي ارتقاء هذا يا سيكو، فوفانا بضربة ولا أروع، نصر ولا أجمل، عالمي ولا أمتع، ثلاثية نصراوية مدوية في مرمى الرجاء. أي كرة قدم نشاهدها اليوم لفريق كاسرو، أي طوفان سينتظرنا في موسم جديد، أي قوة هائلة في الخط الهيت الكافي بمعنى أدق لتقديم أداء أفضل. كرة محاولة لمصلحة الرجاء، حلوة 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 على جهة اليمين باتجاه زريدة، محاولة رجائية خطيرة، هدف الرجاء بروعة كبيرة. كان العمل الفني ولكن النهاية كانت مؤسفة للنصراوية من مادو، عمل رائع على الرجاء في اللقطة الماضية. الشيء اللي راهن عليه الرجاء في مباراة الليلة الأداء الجماعي بعد عمل كبير في اللقطة الماضية. هفوة قاتلة في اللقاء الماضي، لا جامي سجل في مرماه، هفوة قاتلة في مباراة الليلة، مادو سجل في مرماه. النصر بأخطاء فردية دفاعية، لكن هذا لا يقلل على العمل الكبير في هجمة الرجاء في الكرة الأخيرة والوصول إلى هدف أول بعد تمريرة زريدة والكرة من مادو في مرماه، وبعد ذلك تقليص الفارق للرجاء لتصبح